دلوقتي الساعة 6:06 وربع تقريبا، وانا لسه داخله المطبخ علشان اعمل الغدا. هعمل ايه؟ كان عندي كيس بانيه متبلاه جاهز في الفريزر، طلعته فك، وهعمل جنبه مكرونه بالريد صوص. فيلا بينا نجهز الغدا مع بعض. هنا بقى عندي ميه على النار، حطيت فيها ملح علشان اسلق المكرونه. على ما الميه تغلي انا هكون بعمل البقسماط بتاع البانيه. هحط ايه؟ عندي كيس بقسماط ناعم بتاع ريتش بيك، كمان الكريسبي ده هحطه معاه، وعندي كيس فيجيتار حار. هجهز بقى البانيه واحطه في التلاجة. بصوا بقى كده هخلطهم مع بعض، وبعدين هجيب البانيه هحطه هنا كده واعمله بالبقسماط. بصوا كده بضغط عليه عشان البقسماط يدخل فيها. بصوا شكله عامل ازاي. لازم احطه في التلاجة تقريبا شويه، نص ساعه قبل القلي علشان ما يفكش في الزيت. هعمل واحده تانية بقى. بصوا كده بضغط عليها بايدي شويه عشان اتاكد ان هو دخل فيها. لازم تجيبوا بقسماط لونه فاتح علشان البانيه ما يغمقش في الزيت. بصوا شكله تحفه. شايفين هنا الميه والملح غلي، وهنزل بقى بالمكرونه. ما بكسرش الاسباجيتي يعني، بسيبها زي ما هي تقليبه بقى كده، ايه، ميه وملح بس، ما بحطش زيت. هسيبها بالظبط 7 دقايق، مش بسويها للاخر عشان لسه هحطها في الصوص. بصوا بقى في نفس الحله حطيت شويه زيت، حتى ما غسلتش الحله، هي الحله. هنزل عليها بمعلقه توم مفروم، هشوحها كده. اول ما تبدا تطلع ريحتها هنزل بالصلصه. بصوا التومه هنا بدات تصفر، هنزل بقى بالصلصه. هديلها تقليبه بقى مع الثوم. بصوا شوحتها كده. عندي كوبايه من ميه سلق المكرونه، هنزل بيها على الصلصه. هقلبها كده. عندي كمان معلقه هريسه شطه، اقلبها كده برضه. وهظبط بقى الملح والفلفل، وهحط كمان معلقه سكر. عندي بقى هنا البانيه هقليه، زيت سخن على النار. طلعت البانيه من التلاجة، هنزله كده بالراحه، مش هقلبه خالص علشان ما يفكش. بصوا بقى لونه تحفه. عندي الصلصه هنا بقى بتغلي اهي، هنزل عليها المكرونه. بصوا بقى البانيه كمان القرمشه لونه تحفه فظيع. هغرف بقى الاكل واوريهولكم.